السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كفتة فراخ. هنعملها ازاي؟ نسمي الله مع بعض ونشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معايا هنا فراخ يا جماعة، صدور فراخ أهو ووراك فراخ، ومعانا هنا عايزين معلقتين بقسماط، ومعايا قرن فلفل اخضر بس مش هاخده كله، ومعايا نص قرن فلفل احمر، معايا توم، ومعايا بصله، ومعايا ليمونتين، معايا بهارات اللحمه اللي هي بتاعه الكفته اللحمه يا جماعه، عادي مفيش مشاكل. ومعانا هنا ملح، معايا حبه خل، وهنستخدم معانا في البهارات، هنجيب البهارات بتاعتنا. انا معايا هنا جنزبيل، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا بابريكا، ومعايا كمون، ومعايا توم باودر. هنعملها ازاي؟ انا هاخد الفراخ يا جماعه اقطعها قطع. لو انا هعملها في الكبه هقطعها قطع كده صغيره، وهاجي مع البصله هبشرها. ده لو احنا هنستخدم الكبه، عشان انا عايزه الخليط بتاعي يبقى ناعم شويه. هاخد البصله هنعمها، واخد معاها الفلفل، وهدق التوم عشان يطلع معايا ناعم، وهرجع احطه في الكبه مع الفراخ. وهاخد معلقه كفته، وهاخد نص دي، وناخد القطعه ديت يا جماعه من الفلفل، وهناخد الملح والخل والليمون، كل حاجه معايا هنحطها على بعض في قلب الكبه وهنضربها. لو انت هتعمليها في المكنه او في مفرمه عادي، حط كل حاجتك قطع كبيره عادي، قطعها قطع كبيره وعادي هتطلع معاكي ناعمه وكل حاجه. هروح اقطع المكونات اللي معايا دي واخلطها مع بعض واجيبها نشوفها هنفرمها ازاي. انا كده قطعت الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين معايا اهو. هبدا انزل بايه بقى؟ هنجيب معانا معلقه البصل البودره والبتاع التوم البودره يا جماعه، اسفه، ومعانا الجنزبيل، ومعايا الكمون، ومعايا الفلفل الاسمر والبابريكا. هنزل عليهم كده. والبصله يا جماعه انا بشرتها ناعم زي ما احنا شايفين، لان انا هعملها في الكبه مش في المكنه او في المفرمه اهو. بسم الله. هجيب بس المعلقه كده اهو، وهبدأ انزل بالثوم، دقيته برضو اهو، وهبدأ انزل معاكم بمعلقة ملح. بسم الله. وهحط معلقة بهارات كفتة، معلقة واحدة بس، وانزل بالفلفل هقطعه طبعا اهو، وهاخد نص ده يا جماعه. لو عايزه تقللي كميه الفلفل معاكي عادي مفيش مشاكل. وهنزل بالليمون، هعصر الليمون على الخلطه دي يا حبايب قلبي اهي. عصرت طبعا بعصر في كميه الليمون اللي معايا كلها، اللي هما الليمونتين يا جماعه اهو. وهنزل عليهم بالخل بتاعي، وهضربهم في الكبه معايا نعمهم، او في المفرمه زي ما احنا قلنا. وهرجع احط عليها البقسماط ونشوف هنعمل ايه اهو. الخل اهو يا جماعه، حبه خل اهو، حوالي معلقه كبيره. هفرمهم بقى، اقلبهم في بعض كلهم، واقوم بقى راجعه عاملاهم في الكبه، وارجع معاكم نشوف هنعمل ايه. انا كده خلاص خلصت فرم الصدور اللي معايا بالبهارات اللي انا حطيتها والبصل والحاجه يا جماعه. هنيجي ننزل بالمعلقتين البقسماط اللي معانا، وهحط عليها معلقتين دقيق بتاع معلقتين زيت يا جماعه، معلقتين زيت، انا اسفه. هحط عليها معلقتين دقيق بتاع زيت برضو، زيت زي ما احنا شايفين كده. وهناخدها نصبعها ونقوم حاطينها فين، ونحطها هنعجنها الاول كده، وناخدها نصبعها بقى ونحطها في الصينيه بتاعتنا. لو انت حسيتيها محتاجه معاكي شويه بقسماط حط لها. انا طبعا حطيت لها كمان حوالي معلقه كبيره بقسماط، لاني حسيتها محتاجه معايا بقسماط. وهجيب الصينيه بتاعتي يا حبايب قلبي كده، واقوم جايبه المعلقه، واقوم جايه مصبعه عليها، او عايزه تعمليها عادي كده اعمليها، بس انا بحب اصبعها عشان عايزه اجوفها كده من جوه اهو. بسم الله. الف عليها بالراحه كده، واقوم جايه واخده الصباع سحباه وحطاه في الصينيه بتاعتي
اهو احاول بس اخليها تاخد الشكل بتاع الكفتة على المعلقة. بسم الله اهو، واسحبها بالراحة واروح حطها فين؟ في الصينية بتاعتي زي ما احنا شايفين. اكمل بقى الكمية اللي معايا ونرجع مع بعض. طبعا كده خلاص انا خلصت الكميه اللي معايا تصبيعه هي يا جماعه. طبعا لو انتوا عاوزين تسيبوها شويه في التلاجة يستحسن، او تسيبوها او تتبلوها على بيات، بس انا عشان كنت عايزه الفيديو بس اكمله فاستخدمتها على طول. فانا دلوقتي مسخنه الفرن بتاعي وهزق الصينيه عليه، وهنروح مع بعض نشوف هنعمل الرز بتاعنا ازاي. هنيجي كده في الحله بتاعتنا وهنبدا ننزل بشويه زيت يا جماعه. الرز البسمتي يعني يستحسن يتحط له سمنه بلدي او زبده، بس انا حاليا مش متوفر مع عندي لا ده ولا ده، فهحط زيت. بس حاولي تحط زيت ايه نوعيه كويسه شويه. هننزل بقى كده بسم الله. ومعايا حوالي كبده كده وقنصه، هننزل عليهم على الزيت ده بسم الله. هشوحها شويه. طبعا انا معايا الكفته في الفرن شغاله طبعا. هننزل عليهم بشويه فلفل اسمر اهو، وهنزل بشويه ملح. طبعا مش هكتر الملح معايا لان انا لسه معايا مرقه. وهنزل بريحه بسيطه جدا كمون. نشوح الحاجات دي مع بعض. وهروح جايه معايا بصله مبشوره هنزل عليهم. زي ما احنا شايفين اهو بنشوح مع بعض. هنزل عليهم بفص توم. ده فصين توم يا جماعه اهم بسم الله. ومعايا اللومي بتاعي الليمون يا جماعه اللي هو المجفف ده. وهنيجي معانا هنا بهارات كبسه، ومعايا كركم يا جماعه اهم هنزل بيهم. طبعا انا معايا قرفه، بس عشان القرفه اللي معايا مطحونه ما بحطهاش وانا بشوح البصله او التومه او الحاجه بتاعتي. بقوم نازله على الرز بعد ما انزل الميه عليه بالبصله او التوم بالقرفه بتاعتي، شويه القرفه بتاعتي. هنيجي ننزل هنا يا حبايب قلبي بحبه الرز اهم، احنا غاسلينهم طبعا ومصفيينهم بسم الله. ياخدوا لهم تشويحه كده مع الحاجات دي. ومعايا مرقايه اهي هفتحها واحط عليهم برضو مرقه دجاج، او لو عندك مرقه لحمه عادي تمشي برضو اهو. هنشوح بس الرز بتاعنا كده شويه بسم الله بسم الله. اللهم احسن ما بين ايدينا ارحمك الرحيم. اللهم احسن ما بين ايدينا. هاجي بقى انزل بالميه بتاعتي اهو زي ما احنا شايفين بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو عندك شوربه حط نص شوربه والنص ميه. انا جبت كمان شويه ميه يا حبايبي عشان الرز البسمتي احنا عارفين بياخد ميه كتير اهو. هاجي بقى انا كده خلاص لسه ما نزلتش بالقرفه بتاعتي. هجيب ريحه القرفه بتاعتي كده واقوم حطاها ومقلباها مع الرز اهي. ريحه قرفه اهي تمام. نقلبها بقى مع الرز بتاعنا ونسيب الرز بتاعنا ايه ياخد سواه. طبعا انا ما حطيتش ملح لان انا حاطه مرقه، وحاطين مع الكبد والقوانص ملح، فكده تمام. نروح بقى نشوف الكفته بتاعتنا وصلت لفين. وادي كفته الفراخ بتاعتنا يا جماعه، وادي الرز بتاعنا بعد ما خلصناه. طبعا والله العظيم الطعم جميل جدا، جربوه ان شاء الله. والله هتعجبكم الوصفه ديت، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا وهتعجب اولادكم باذن الله من غير مقاطعه. فاحنا هنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا.
ووصلنا لنهاية الوصفة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.